إنهم يدقون طبول الحرب يا مولاي. إذن فهي الحرب، جميع الجنود إلى الأسوار والرماة يعتلوا الأبراج. من هنا كانت تدار المعارك لصد الهجوم أو حتى لتجهيز الجيوش وتوديع الجيش الذي كان يقوم بالغزو. فها هي أسوار القاهرة تفتح لنا أبوابها لكشف أسرارها، ولكن هذه المرة من داخلها وليس من خارجها. تبدأ الحكاية في عصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، ولما بعت قائد الجيش بتاعه جوهر الصقلي إلى مصر في عام 969 ميلاديا، وأمروا ببناء مدينة جديدة في مصر وكان اسمها المنصورية، ولكن تم تبديل هذا الاسم بقاهرة المعز. ويرجع المسمى إلى روايتين، الرواية الأولى وهي أنها كانت تقهر الأعداء فسميت بالقاهرة، والرواية الثانية لأنها قهرت رغبة المعز في بناء المدينة على شكل آخر غير الشكل الذي أقيمت عليه. ولكن هذا البناء كان ضعيفا جدا لأنه كان مبني من الطوب اللبني، وتهدم هذه الأسوار بعد 80 عام، ويتم بناء هذه الأسوار من جديد على يد وزير الخليفة المستنصر بالله بدر الدين الجمالي. وتم تقسيم أبواب القاهرة إلى 8 أبواب، في الشمال باب الفتوح وباب النصر، وفي الجنوب باب زويلة وباب الفرج، أما في الغرب فباب القنطرة وباب السعادة، وفي الشرق باب القراطين وباب البرقية. البوابة اللي موجودة في الفيديو معانا دي هي بوابة الفتوح، وكان وظيفتها الأساسية في البوابات ال8 للقاهرة هي خروج جيوش الفتح منها، وكان عامة الشعب يصعدون إليها وإلى الأسوار التي بجانبها لتوديع الجيش قبل أن يذهب إلى معاركه. وبالنظر إلى الطبيعة المعمارية الفريدة التي تم بناء البوابة عليها، سوف تجد أنها كانت حصنا منيع، فقد تأثرت بالطابع الأرمنلي، حيث كان بدر الدين الجمالي أرمنلي الأصل. فنجد أن هناك فتحات أعلى البوابة لسكب الزيت المغلي على الجنود الذين يقتربون من البوابة، ونجد أن هناك فتحات أمامية وفتحات خلفية لترى من أمام الباب ولترى من يبعد عن الباب ببعض الأمتار القليلة. وتتوالى العصور ويصيب الدولة الفاطمية الضعف وتسقط، وتأتي الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي الذي كلف وزيره بهاء الدين قراقوش عام 566 هجريا بتوسيع أسوار القاهرة لتضم كل من القطائع والفسطاط والقلعة الذي بناها صلاح الدين الأيوبي، وتكون هذه هي شكل القاهرة الجديدة بعد التوسع. هنا هتيجي تسألني سؤال وتقول لي إن إحنا دلوقتي عرفنا إن هي اتبنت على 3 مراحل، وإن الأسوار اتبنت في الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية قامت بالتوسيع. فهتسألني وتقول لي الفراعنة كان دورهم إيه؟ يأتي دور الفراعنة في دور الأحجار، حيث أن أحجار أبواب القاهرة وأسوارها كانت مشابهة للأحجار التي كان يستخدمها المصريون القدماء. وبالنظر والتدقيق إلى الأسوار سوف تجد أن بعض النقوش الفرعونية موجودة على الجدران وعلى الأبراج. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشير وتعرف الناس تاريخ بلادك وتاريخ أجدادك، وتعرفهم القاهرة فيها إيه ومصر هي إيه. ولو أنت محتاج أن أنت تعرف أكتر عن مكان معين ياريت تكتبه لي في الكومنتات.